تعالي نعمل مع بعض وصفتنا السهلة السريعة البسيطة. تنفع وجبة سحور جميلة جدا، هتنبسط منها الكبار والصغار وخصوصا الأطفال. الأطفال هتعجبهم. وطبعا انت أول ما شفتيها افتكرتيها بيتزا، لا مش بيتزا خالص، دي وصفة سهلة وسريعة وبسيطة جدا. بعملها على طول في السحور لولادي وبتعجبهم. تعال ندخل على وصفتنا على طول ونشوف مكوناتنا وازاي هنعملها. هي طبعا مكوناتها سهلة وبسيطة. اول حاجه انا هجيب بيض. اي كميه بيض اللي انت هتستخدميها، يا دوبك هديلها رشه ملح وكمون ورشه فلفل اسود بسيطه خالص. طبعا انا استخدمت 4 بيضات، انت الكميه اللي انت حباها. طماطمايه واحده مكعبات بالشكل ده، مكعبات صغيره. وبرضو فلفلايه صغيره مكعبات، لو حباها حامي طبعا ضيفيها حامي، بس عشان تاكل منها اطفال البارد افضل طبعا. انا ضفت فلفلايه بارده. وبعد ما ضفت الطماطماية والفلفلاية بالشكل ده هبدأ أقلبهم كويس جدا، هبدأ أخفق كويس جدا من وهحط طاسة على النار تسخن كويس وفيها معلقة سمنة. ويا ريت معلقة السمنة تكون بلدي، بتكون أفضل معايا. هضيف معلقة سمنة بلدي وبنزل بخليط البيض معايا بالشكل ده والطماطم والفلفل، وما ضفتش غير ملح وكمون ورشة فلفل أسود بسيطة خالص. هبدأ أوزع البيض بالشكل ده والطماطم في الطاسة. هستخدم طاسة غير لاصقة، بس انت لو هتستخدمي طاسة ألمونيا عادي خالص طبعا خليها تسخن كويس، وبرضو السمنة تسخن كويس عشان ما تلسكش منك. هوزع البيض بالشكل ده طبعا. وأول ما يتشمع معايا بس بسيط هنزل عليه عندي باقي من الطماطم، عندي طماطم تانية ضفتها برضو وفلفل. وبقى بالشكل ده عندي باقي كم واحدة طماطم، هبدأ أوزع الطماطم. انت لو حابة الطماطم أقل من كده قلليها براحتك خالص. والفلفل مش مكترة طبعا. بعد ما ضفت الطماطم والفلفل بالشكل ده، طبعا البيض عندي اتشمع، انا لسه ما غطيتهوش خالص. هجيب عندي جبنه موتزاريلا، ده بيض اومليت بس احنا مدلعين شويه. عندي شويه جبنه موتزاريلا، اي انواع جبن حابه تضيفيها ضيفيها انت براحتك. انا ضفت هنا جبنه موتزاريلا كانت تحفه وجميله جدا. وزعت الجبنه الموتزاريلا على الوش زي ما انتم شايفين معايا، بوزع في كل حته على البيض الاومليت بالشكل ده. كل ده والنار هاديه جدا، النار بتبقى هاديه جدا مش عاليه يا جماعه. بعد ما اوزع الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده طبعا هبدا اغطيها. لازم اغطيها واسيبها الجبنه تسيح مع بعض والبيض يستوي، بتاخد يعني حوالي دقيقه بالظبط. بعد ما غطيتها واستوت معايا بالشكل ده تحفه. طعمها خطير وبسيطه وسهله والطعم روعه. ونغير في البيض بدل ما نعمله كل مره مطقش او مسلوق أو عيون، ده تغيير. أتمنى الفكرة والوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.